اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، اخباركم ايه؟ انا على عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه اجمل واسهل واحلى طاجن بطاطس ممكن تتخيلوا. طعمه حلو قوي، بسيط قوي. أم، مش عارفه اقول لكم يعني اوصف لكم جماله. بجد احنا بنحبه جدا عموما. عايز اسالكم سؤال برضو، انتوا بتحبوا الطاجن البطاطس يا بالصلصه الحمراء او احمر يعني بالطماطم ولا ابيض؟ احنا طبعا بنفضله ابيض لانه بيبقى تحفه جدا. بجد بجد جربوا الطريقه دي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه، انا معايا بقى يا اما فرخه كامله يا اما اوراق فراخ، يا اما زي ما احنا عايزين يعني. تمام، بس هي بتبقى حلوه قوي باوراق الفراخ. ومعايا كام بطاطسيه كده مقطعاهم حلقات وغسلاهم طبعا، ومعايا بصل مبشور كتير، كتري البصل. وممكن تحطي قرن فلفل حامي وممكن لا. تمام، ده الاساس وده اللي بيدي الطعم الحلو قوي. الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. في ناس بقى تحب تحط جزر، تحب تحط طماطم، بس يعني اقول لكم بلاش، يعني اعملوها كده بس سيمبل كده تبقى حلوه قوي. بدأنا بالبصل المبشور، حطيناه هو الفلفل الحامي. والتوابل بتاعتي بسيطه قوي، ملح وفلفل. ما تفتكسيش قوي في البهارات. وهندعكم مع بعض دعكه كويسه قوي، عشان هو ده اللي بيطلع بقى طعم البصل الجامد في الأكلة دي. تمام. وبعدين هننزل عليهم بالبطاطس برضو نديهم دعكة. تمام. يعني أقصى حاجة ممكن تحطيها توابل، ممكن تحطي زعتر أو روزميري برضو بتليق قوي معاها. غير كده بجد ما تحطيش، يعني هي سيمبل قوي وحلو قوي كده. وبعدين الفراخ ببتدي بقى أعمل فيها فتحات، وبرضو أبتدي أتبلها كده بالبصل وأدخله جواه. أكلة سهلة بسيطة. في الحر ده الناس مش بتحب تعمل أكلات بالطماطم كتير. في ناس تحب تاكلها برز، في ناس تانية تحب تاكلها بعيش. احنا في الغالب بنحب نحمص عيش كده وناكلها معاه. مناكلش اكتر من كده. لو شوية سلطة اوكي ماشي. وهي برضو برز حلوة برضو. عارفين لما تعملوا الاكلة اللي هي بتاعت اللحمة بالبصل والكباب الحلة، دي هي دي اقرب حاجة ليها، بس دي بالفراخ. انا بس بحاول اقرب لكم الطعم الحلو بتاعها. وحطي بقى البصل والبطاطس على قد ما ايه حجم العيلة عندك يعني. بس اهم حاجة تكتري البصل. تمام كده. كله بقى نبتدي ايه يعني نظبطه كده. وهديكي فكرة برضو في تسويتها. ممكن تحطيها من الاول في الفرن عادي زي ما انا عاملاها في الطاجن ده. لما الطاجن ده منه ما بيتحطش على النار، فممكن ايه ادخلها في الفرن على طول. وممكن لو انتي حاطه في حاجه تيفال ألمونيوم اي حاجه، الطاجن بتاعك ممكن تسويها الاول على البوتاجاز. يعني بعد ما تخلصيه وترصيها في الطاجن وتحطي لها كل حاجه، تسويها على البوتاجاز، ويا دوبك اول ما تبتدي استوت خلاص وهتاخد لون بقى تقومي مدخلاها الفرن. دي طريقه برضو تانية للتسويه. انا في الغالب بعملها كده، بس عشان التصوير وكده حبيت ان انا اوريها لك بقى ايه داخله الفرن من اولها. وضفتي كمان ميه، كوبايتين ميه كده حلوين، وشويه زيت على الوش. خلاص، وبدخلها الفرن. لو احتاجت ميه بضيف لها طبعا ميه، بس لحد ما تستوي وتاخد لون. شايفينها بقى وهي في الفرن تحفه. بوريها لك بس وهي بتبقبق جوه في الفرن كده. المكونات كلها تستوي بسهوله وبسرعه، ما تقلقيش عشان البطاطس بتستوي هي والفراخ بسرعه اصلا. ريحتها بقى كانت مش قادره اقول لكم عامله ازاي، تحفه قوي 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 قوي. واللحمه بتاعت الفراخ دايبه والبطاطس وكله. ده شكلها بعد ما خرجت. جربيها بجد ومش هتندمي. هوريكم كمان لما نغرف.
واللي وصل معانا برضو لنهاية الفيديو ما ننساش اللايك والشير واشتراككم في القناة يهمنا، ويا ريت تسيبوا لنا تعليقات حلوة تحت الفيديو. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ تحفة جدا. هي طبعا كانت سخنة قوي، لسه طالعة من الفرن، فكنتش عارفة امسكها ولا اقطعها خالص واوريكم ازاي يعني. يلا جربوها على طريقتي.